السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في البداية سادة محترمين، ما غشناش حضراتكم، ما ضللناش حضراتكم. اذا كان الاستاذ حنفي السيد له متابعين وليه مشاهدين متمسكين بآرائه وكل افعاله على السوشيال ميديا، فده موضوع بعيد عن اني انا اطلع اعقب على الخطأ اللي وقع فيه الأستاذ حنفي السيد لما طلع ادعى إنه أولاده التلاتة توفاهم الله، وطلع قال ليه يا رب ما كان كفاية إنك تاخد واحد وتسيب لي اتنين؟ طب يا رب خد اتنين وتسيب لي واحد. والفيديو انتشر بشكل كبير جدا على التواصل الاجتماعي، تيك توك، يوتيوب، على التليجرامات، على الفيسبوك، خد نطاق واسع بشكل كبير جدا. ولكن ما زلت تاني فيديو عملته على المنصة بتاعتي ونزلته على صفحة القناة، وده الفيديو الثالث. ولكن خلينا في الفيديو الاولاني اللي جات عليه تعليقات سلبية، والفيديو الثاني جات عليه تعليقات اكتر من السلبية، ومصرين ان الاستاذ حنفي السيد كان بيروي حكاية وبيروي قصة واحد تاني. وفضلا وليس امرا انتظرونا في الفيديو، عشان انا هنزل اول فيديو عمله الاستاذ حنفي السيد وهتسمعوه حالا شكلا وموضوعا بالصوت وبالصورة. ما قدمش فيه اي حكايات ولا اي روايات، ولا اتكلم ان هو كان بيحكي قصة. واسم البرنامج حكايات مستخبية، فناس كتير بتعلق لي بيقولوا لي لا ده حكايات مستخبية واصل قصص واصل روايات. انا قلت ان المفروض يطلع يعني يطرح عنوان الحلقة، وبعد كده يتأثر بمشاعره ايا كان ما كان بالشخص اللي هو حكى له القصة، او القصة دي فعلا قصة من الواقع، او قصة من الخيال، او قصة من الوهم، او قصة من العقل. ده ما يشغلناش، ولكن يوصل للناس حقيقة الامر السيء اللي هو تمنى ان اولاده الثلاثة يتوفاهم الله مقابل المشاهدات واللايكات والاشتراكات. والسوشيال ميديا خلت الناس بقت في حالة هوس لدرجة ان الواحد ممكن يدعي ان اولاده الثلاثة توفاهم الله مقابل انه يكون مشهور على السوشيال ميديا، ومقابل الدعم المادي، ومقابل تأثير الناس، ومقابل حاجات كتير جدا. الواحد يتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يشافي له اولاده ويشافي جميع مرضانا. ولكن في ناس بيبقى عكس الكلام ده خالص. يعني انا السوشيال ميديا دي واليوتيوب لو هيجيلي من وراها واحد من اولادي او من بناتي هيتصاب بشوية مرض صداع، بس ابسط الامراض واقل الاشياء في الامراض شويه صداع على سبيل المثال، لا انا هسيب السوشيال ميديا. ما بال حضراتكم لما واحد يطلع يدعي ان اولاده الثلاثه توفاهم الله، وبعد كده كمان يطلع يبرر الموقف ان دي حكايه عم حسن، ودي حكايه ام حسين، ودي حكايه واحد من الناس، وانا اولادي ما زالوا على قيد الحياه. الكلام ده كله هوس، والكلام ده كله خزعبلات. واذا كنت انت بتروي القصه والحدوته على اساس تثير بها الجدل، وبعد كده تطلع تطرح الموضوع على ان دي قصه عم حسن وعم حسين، فكان من البدايه في نفس الفيديو اللي قدمته في الاول على ساحه السوشيال ميديا، كان من المفروض المقدمه بتاعتك او في نص الفيديو او في نهايه الفيديو، المهم قبل ما تخرج من قطار الفيديو كنت توصل للناس الرساله دي مش عندي انا يا جماعه، ولكن دي رساله واحد من الناس. فانا حكيتها وبكيت، انا حكيتها واتاثرت لان حسيت ان دول اولادي. ولكن مع الاسف حنفي السيد ما عملش كده خالص. ولكن الناس طالعه يقول لك لا اصلي دي مش عارف برنامج حكايات مستخبيه. طب هو حدث اليوم اللي هو بناشر منه حضراتكم ده قناه حدث اليوم. يعني لما اجيب فيديو انا يعني او ترند او واقعه من شهر فات واتكلم عنها واقول ده حدث اليوم، يعني ما انت ممكن تطلع تضللني واحد من الناس يقول لي لا ده مش حدث اليوم، ده حدث من 30 يوم. فاسم البرنامج ملوش علاقه بالفيديو بتاع اليوم، او ملوش علاقه بالحكايه، عشان ناس كتير بتعلق بيقول لي لا انت بتضطهده، انت بتنتقده. انا لا بنتقده ولا بضطهده ولا انا اعرفه
ولا هو يعرفني، غير بالعكس انا كنت مشاهد ومتابع عنده على اساس ان انا ممكن استفاد منه في بعض الموضوعات مش اكتر من كده. ويؤسفني جدا ان انا كمان اطلع اتكلم على انسان كنت بثق فيه ثقة عمياء، ان انا اطلع اتكلم عنه بالطريقة دي. ولكن انا طلعت اتكلمت عشان الابتزاز اللي بيبتزهولي احد المعلقين والمشاهدين على القناة بطريقة غير يعني مش من حق اي حد ان يطلع ينتقدني بالشكل القذر ده. ولا احنا فعلا وصلنا زمن الرويبضة؟ يعني اذا كنا وصلنا زمن الرويبضة ده موضوع تاني. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. يعني انا دلوقتي الناس بتنتقدني على اني انا بعمل كده او عملت الفيديو ده. لا، حنفي السيد مقدم اسم البرنامج ومقدم الحلقة كاملة، وكان بيقول فيها ده واحد من الناس. وهختم معاكم الفيديو بأول فيديو نزله حنفي السيد، تمام، وهو بيحكي كما يقال من احد الناس ان دي قصة. هعرض لحضراتكم بداية الفيديو، واللي عايز يتواصل معايا على الرقم اللي هيظهر لحضراتكم ده، عشان انا مش هعرض الفيديو كامل عشان حقوق الطبع والنشر، ممكن يتواصل معايا وانزل له الفيديو او ابعت له الفيديو على الواتس. واذا كان عند حضراتكم ان هو فعلا قال في بداية البرنامج او بداية الحلقة ان دي قصة واحد من الناس، برضه هيكون الرقم الموجود امام حضراتكم ده، ممكن تبعت لي الفيديو اثباتا للمصداقية. يلا بينا هنشوف الفيديو مع بعضينا. ولكن في البداية وفي النهاية أتمنى من الله يعني حسن الخاتمة، وربنا يعافي عن أولادنا جميعا. وما تنسوش طبعا تشتركوا معنا في القناة. لأول مرة شفنا وتابعنا شرف كبير لينا جدا إنك تشترك معنا في القناة. أما بخصوص الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا دايما، ما تنسوش لايك على الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. وهختم مع حضراتكم الفيديو بالفيديو بتاع الأستاذ المحترم حنفي السيد. أنا موجه في التربية والتعليم، محافظة من بيقولوا عليها من المحافظات النائية، عايش زي ناس كتير ما عايشة، باكل وبشرب وبنام، وشي طبيعي لازم اتجوز. ابويا وامي الله يرحمهم رشحوا لي واحدة بنت ناس محترمة متدينة معاها مؤهل جامعي وقاعدة في البيت، جواز تقليدي، رحت اتجوزتها وفعلا. ولحد كده كفايه يا ساده محترمين. واللي عايز الفيديو كامل ممكن يتواصل معايا على الرقم اللي ظهر لحضراتكم ده. اكون سعيد جدا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.